السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد صلاح، ده برنامجكم مودرن فانتزي، وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن لعيبة لازم نحطها تحت عينينا عشان نشوف مستواهم الأول، وأول ما نلاقي مستواهم كويس نجري عليهم على طول ونجيبهم. هيكون ساعتها ملكيتهم قليلة وبالتالي يعلوك في الترتيب حلو جدا. بس اللعيبة ديت مش لازم تجيبها في أول موسم، ممكن تبص عليها في البري سيزون وتبص عليها في أول الموسم بالظبط. أول ما تلاقي منها شعاع نور تجري عليهم قبل ما اي حد تاني يجيبهم. المهم دلوقتي انزل بقى اخبطني اللايك بتاعك واشترك برضو معايا في القناه وفعل جرس تنبيهاتك عشان يجيلك كل جديد من حلقاتنا الجايه. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا بيكم. اول واحد معانا ممكن نتكلم عليه هو ويسا، مهاجم برنتفورد. بتتكلم الراجل ده بدأ في 14 مباراة في الموسم اللي فات، مسجل يا جماعة 7 اهداف و3 اسيست. 7 اهداف مسجلهم من اكس جي، واهداف متوقع تتسجل 5.5، وحتى الاسيستات من 2.5 يا جماعة. فالراجل بيسجل فوق المتوقع، هيكون مهاجم، هيقرب للمرمى اكتر، هيلعب اساسي اكتر في عدم وجود ايفان توني اللي طبعا يا جماعة مش هيرجع غير في النص الثاني من الموسم. فاحنا ممكن نبص عليه في الاول ونشوف فعلا الراجل ده هيكون كويس ولا لا، ونلقطه على طول. بتتكلم بقى تاني واحد معانا هو جواو بيدرو. في ناس شايفه فعلا جايبه جواو بيدرو وكل حاجه، والراجل الموسم اللي فات 31 ماتش يا جماعه، 11 هدف و4 اسيست، وراجل كويس وكل حاجه. واحب اقول لك جواو بيدرو زي ما انت عارف يعني، وقلناها قبل كده، بيلعب تقريبا في كل المراكز الهجوميه، جناح يمين، جناح شمال، صانع العاب، مهاجم، والدنيا زي الفل. فالراجل بنسبه كبيره بالمبلغ اللي هو جاي بيه هيكون اساسي بنسبه 90% في معظم الماتشات، هيكون من الاخر كده عمود رئيسي في الفريق. فانا شايف من وجهه نظري واحد زي جواو بيدرو لازم نحط تحت عينينا. ثالث واحد معانا وانت هتستغرب شويه منه، ولكن معلش يعني بيدرو بورو هو كويس كل حاجه وهجوميا خارق وكل حاجه، والراجل ده من ساعه ما كان في البرتغال وهو اصلا في الهجوم زي الفل، برغم ان هو باك يمين. ولكن دلوقتي احنا عايزين نشوف اصلا توتنهام نفسها دفاعيا كويسين ولا لا. توتنهام لعبت قصاد وست هام ماتش ودي اتسجل فيها 3 اهداف، ودفاعيا ما كانوش كويسين برغم ان هم هجوميا كويسين. واعتقد يا جماعه الفريق هيتحسن دفاعيا، مش عشان الدفاع يبقى كويس بس عشان حاجتين اتنين، هيعملوا صفقات اصلا، وبالتالي الدفاع هيكون اصلا متغير عن كده، وبالتالي هتلاقي في لعيبه جودتها اعلى، زي كمان الضغط العالي هيكون صح جدا، هتلاقي الكرات اللي بتيجي على الدفاع اقل بكتير. وبالتالي كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في مود من كوره، وهنتكلم بقى عن تكتيك الفريق وكل التفاصيل دي على السبوره الموجوده في مود من كوره. بس تعال نكمل ونروح لرابع واحد معانا واللي هو يا جماعه بنسون، نص ملعب بيرلي. واتكلمنا عنه كتير جدا، وان الراجل ده في 14 ماتش 11 هدف و4 اسيست، وال11 هدف دول مسجلهم اصلا من اهداف متوقع يسجل له 4.5 او 5. فالراجل بيسجل ضعف ما كان متوقع اصلا يسجل. فالراجل زي الفل و100. وكمان ناسان تيلا اللي كان بيلعب مكانه اصلا يا جماعه راح ساوثهامبتون ورجع، وبالتالي بنسون بنسبه كبيره هيكون اساسي، مش هتكلم عنه كتير بصراحه. ولكن بقى رقم 5 معانا كل لعيبه تشيلسي تقريبا، انت ممكن تجيب منهم براحتك خالص، ولكن لازم تحط تحت عينيك على الاقل واحد زي ستيرلينج يا جماعه. لو جاب فورمه الراجل يا جماعه نزل عن 150 نقطه في 8 مواسم لعبه في البريمير ليج، او 9 مواسم مره واحده عن ال 150 نقطه. فالراجل اصلا ب 7 مليون، لو فوق ال 150 نقطه فكويس. ولكن احب اقول لك انا متوقع بصراحه ستيرلينج يعدي ال 200 نقطه الموسم ده، او يقرب منها على الاقل، بس مش هيقل تقريبا عن 180 نقطه. دي وجهه نظر الشخصيه والله اعلم. ولكن يا جماعه بوتشيتينو لما اتقال له ستيرلينج غير نظامه الغذائي، قال له خلاص كده انا المفروض انا كمان اغير نظامي الغذائي. فانا شايف بوتشيتينو هيعتمد كتير جدا على ستيرلينج، كونه واحد يعني عنده خبره كبيره جدا، اكتر واحد تقريبا هجوميا عنده خبره. كنت بتكلم مع صاحبي امبارح بقول له عندهم مدويكي زياش ممكن يمشي، فعندهم مدويكي، عندهم مودريك، جالاجر برضه تحت المهاجمين ممكن يلعب، عندك برضه جاكسون يا جماعه مهاجم. الفريق ما عندوش الهجوم، ممكن تلاقي في حد انا نسيه طبعا اكيد، بس عموما الفريق يعني هو ستيرلينج تقريبا اللي المفروض يشيل الفريق قدام. عندك برضه كالفرت لون ماتشاته حلوه جدا، ممكن تستنى عليه ماتش او 2 وتشوفه برضه في البري سيزون. الراجل يا جماعه من 3 مواسم بالظبط، مش الموسم اللي فات ولا اللي قبله 16 هدف 6 اسيست
165 نقطه. الراجل ده عنده يورو في اخر الموسم ده، فاكيد لازم يموت نفسه ويتالق، بس الاصابات تبعد عنه. طبعا احنا عارفين اصلا ان اسلوب لعب يا جماعه، كنت اقول لك بيرلي والله، اسلوب لعب شون دايتش هو مناسب جدا لكالفرت لون، كره عرضيه كتير، كرات عرضيه كتير، وكالفرت لون اصلا بدماغه ايه، خارق حرفيا يا جماعه. فكالفرت لون لازم تحط تحت عينيك، تحت الميكروسكوب، تحت المجهر، عشان نشوف برضه دنيته عامله ازاي، بالاضافه طبعا للاعيبه اللي فاتت واللاعيبه اللي جايه. فتعال نشوف هم مين. ورقم 7 معانا يا جماعه سوبوسلاي، وكمان برضه واحد زي ماك اليستر. انت مش عارف مين هيلعب اصلا قدام اكتر، ومش عارف فعلا توظيفهم هيكون عامل ازاي، ومش عارف ادوارهم في الملعب عامله ازاي، هيخش المنطقه اكتر ولا لا، دنيتهم عامله ازاي فعلا، اللعيبه دي ممكن فعلا تجيب نقط ولا لا. برغم ان احنا على طول بنشوف لعيبه نص الملعب بتاع ليفربول ما بتجيبش نقط الا كوتينيو، فاكر كوتينيو بس كده، مش اكتر. غير كده ما بتشوفش. وبتشوف واحد زي كلوب بيعتمد جدا على الباكات، واحد زي ارنولد بيزيد، واحد زي روبرتسون بيزيد. فاعتقد بصراحه واللي انا حاسه كده ليفربول هيغير تماما من التشكيل بتاعه والسيستم بتاع اللعب بتاعه. مش موضوع الضغط العالي، هيبقى نفس الضغط وكل حاجه، ولكن السيستم بتاعه اللي هو ممكن يلعب بالعمق اكتر، بحيث ان ارنولد ما يفتحش ملعب ولا حاجه، لا ممكن تلاقي صلاح هو اللي بيفتح ملعب، وارنولد في العمق مع اللعيبه بتوع نص الملعب اللي هيخشوا جوه، وتلاقي مش عارف المهاجم برده بيتطرف شويه، فاللاعب بتوع نص الملعب تخش. الله اعلم طبعا يا جماعه، ده كله هنشوف ان شاء الله في البري سيزون وفي اول ماتشين ولا حاجه. فانت استنى على سوبوسلاي وماك اليستر. لعيبه رخيصه ب 6 مليون و7 مليون، لكن انت مش عارف دنيتهم هتمشي ازاي. نكمل مع بعضنا ونروح لواحد زي جارد بون. جارد بون كويس جدا وكل حاجه، ولكن عندي مشكله مع جارد بون بس يا جماعه في حوار بره ملعبه. الموضوع ده بصراحه بيستفزني. 4 ماتشات الاولانيين خالص لويست هام 3 بره ملعبه، فانت بتتكلم ماتش واحد في ملعبه، فانت ممكن تلاقي 3 بلانك، وماتش واحد عمل فيه يا ابو صلاح الكلام ده. اقول لك والله بص احصائياته بتقول كده، فانا الواد ده ممكن يكون جامد وزي الفل و100 وشغال في الماتشات الوديه كمان والبري سيزون، بس انا الحته دي ممكن استنى عليه، لان الراجل برضه في 7 مليون، ف7 مليون هستنى عليه. زي موضوع ماونت يا جماعه، انا عارف ان ماونت ممكن تلاقيه هو تحت المهاجم، ممكن تلاقي برونو تحت المهاجم، انت مش عارف، ممكن يلعب 4-1-4-1، بس هو اكيد مش هيلعب 4-1-4-1 من وجهه نظري الشخصيه، غير في اوقات معينه من الماتشات. ولكن بنسبه كبيره ماونت هو اللي ممكن يلعب ورا ولا برونو. انا شايف ممكن يخلي ماونت، لان ماونت هيلتزم تكتيكيا اكتر، وماونت يا جماعه عادي مفيش مشكله خالص، ومش فعال زي برونو هجوميا. يعني لو جينا نقارن وحطينا كل واحد منهم مركز 10، مين المركز 10 يتالق اكتر؟ اعتقد برونو فرنانديز يتالق اكتر من واحد زي ماونت لما يكون اقرب للمرمى. فانا شايف برونو ممكن يكون اقرب وماونت يكون هو اللي ورا، فما تروحش تجيب ماونت. بس مش هقول لك نفس الكلام عن ماديسون يا جماعه، ممكن تجيهم الاول، وده اللي انا شايفه من البري سيزون كده. انا عارف ان توتنهام ما لعبتش غير ماتش واحد بس، انجي بوستوكوجلو، شوف تصريحاته، شوف كلامه، شوف ثقته في نفسه، شوف هو هيلعب ازاي، وشفنا يعني شفنا الكلام بتاعه اللي بيقوله ده في اول ماتش، خسر وكل حاجه، ولكن الراجل اتكلم وقال هنلعب كره هجوميه، وعمري حتى ما هدافع قصاد جوارديولا، وراجل عاشق. بص اخويا امبارح قال لي كلمه كده، قال انا شايف انجي بوستوكوجلو ده يا جماعه عامل زي مين؟ عامل زي فليك، عنده انتحاري شويه، هو مش انتحاري زي بيلسا بس زي فليك كده، اللي هو احنا هنهاجم قوي وهنضغط قوي. توتنهام عندهم ماتش كل اسبوع، فالدنيا هتبقى حلوه جدا بالنسبه لماديسون، بس تبعد عنه ايه الاصابات. بتتكلم ماديسون لما كان بيلعب في ليستر على طول يا جماعه كان ارقامه حلوه قوي. تتكلم برضه بقى بمناسبه ليستر، في لاعب ماشي من عندهم اسمه بارنس يا جماعه، مش هتجيبه في اول 4 ماتشات. بارنس ماتشاته في اول 4 ماتشات مش حلوه، فانت تستنى عليه تشوف دنيته ايه. الراجل جناح شمال، واعتقد هيكون هو الجناح الشمال الاول في الفريق. اللاعب الموسم اللي فات جايب تقريبا 12-13 هدف حاجه زي كده، برغم ان هو طبعا يا جماعه كان سيء وليستر سيتي كان سيئين. فاللاعب ده لو لعب في منظومه حلوه والفريق خدم عليه شويه وبقى يوصل للمرمى، ونيوكاسل الموسم اللي فات كان هجومي اصلا، فهتلاقي بارنس الموسم ده انفجر، يعني فوق ال10 اهداف، فوق ممكن يوصل 15. الله اعلم برضه يا جماعه، لان طبعا عندك ويلسون وايزاك فاكيد هياخدوا منه، بس هتلاقيه كويس جدا جدا عن ليستر سيتي حتى في الموسم اللي فات، او هنركز عليه وممكن نجيبه، بس طبعا مش اول 4 ماتشات. وعندك برضه في لاعب تاني الناس عماله تتكلم وتقول رياض محرز مشي من مانشستر سيتي فخلاص برناردو هيكون اساسي، برناردو هيبقى مش عارف ايه. برناردو اساسي؟ طب عندك فودن يكون جناح يمين وجريليش جناح شمال، وتلاقي بقى في نص الملعب كوفازيتش وبرناردو سيلفا. المهم يعني من الاخر كده ممكن جدا 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 تلاقي برناردو اصلا هو اللي بيسقط لتحت وكوفازيتش هو اللي بيزيد قدام. اجيب كوفازيتش ابو صلاح، ولا ممكن كوفازيتش هو اللي يسقط لتحت وبرناردو يزيد قدام. تقول ابو صلاح خلاص اجيب مش عارف كوفازيتش، اجيب برناردو، اجيب مين ابو صلاح، ولا ممكن تلاقي اصلا الفارس اللي بيلعب وكوفازيتش لاعب بره، او برناردو اللي لاعب بره، ما تفهمش.
بلاش تخاطر ببرناردو، خصوصا ان برناردو يعني ما شفناش منه الارقام الخارقه في الفانتازي غير في فترات من الموسم، واتكلمنا فيها وقلنا اللاعب برده مش لاعب فانتازي، وكله قاعد ينتقدني ويقول لي ابو صلاح عمال تقول مش لاعب فانتازي، وقلت لكم يا جماعه ساعتها توظيفه اتغير شويه بقى يخش المنطقه، برغم ان برده احصائياته، وجبنا الحته دي لما الراجل كان بيجيب جوان كتير بعد كده ما بقاش يجيب جوان، قلت لكم احصائياته وهو ما بيجيبش جوان نفس احصائياته وهو بيجيب جوان، وبيجيب نقط كويسه جدا، بس الفكره ان كانت ماشيه معاه شويه وهو بيجيب جوان واسيستات وارقام ونقط غير بعد كده، فهو بالتالي يعني برناردو ممكن تستنى عليه وتشوف دنيته، لان فودن بنسبه كبيره هو اللي هيكون اساسي حسب كلام مشجعين السيتي اللي منتظرين اصلا فودن السنه دي يشيل الفريق هجوميا. نكمل مع بعض برضه ونروح لواحد زي اوليس يا جماعه كان جامد جدا على فكره الموسم اللي فات، راجل عامل تقريبا 10 اسيستات او اكتر، ممكن يتطور اكتر لان لاعب شاب وصغير، فممكن جدا الموسم ده تلاقيه جامد جدا زي ايزي كده، ممكن تلاقيه اعلى من ايزي ولا حاجه، عموما مستنيين ان هو يقرب للمرمى اكتر لان اللاعب بتاع اسيستات اكتر، فنشوف منه حاجه حلوه جدا قدام. زي مين برضه؟ زي هافرتز يا جماعه، هافرتز الراجل 7.5 مليون ارخص واحد في هجوم ارسنال، ولكن هافرتز هيلعب مكان تشاكا بنسبه كبيره. هل هافرتز هيقدم نفس دور تشاكا؟ لو قدم نفس دور تشاكا مع فعاليه اكبر من تشاكا هتلاقي الراجل بصراحه معدي، ممكن يوصل ل 20 مساهمه، اصلا بتتكلم تشاكا واصل ل 14 مساهمه، فهافرتز يوصل ل 20 مساهمه ممكن جدا، فانت ممكن تبص عليه ممكن تبص عليه وتركز عليه وتشوف دنيته ايه، ممكن تجيبه ممكن تجيب، بس المشكله ساعتها بنسبه كبيره هيكون عندنا 3 من ارسنال بس، ساعتها ممكن تشيل واحد وتجيب الثاني، مارتينيلي مثلا بيحصل روتيشن بينه وبين واحد، زي ما احب اقول لك برضه هافرتز يحصل روتيشن عليه، انا شايف فابيو فيرا ممكن يخش المنظومه، هتشوف الدنيا ايه، عشان كده بقول لك حطهم تحت المنظار تحت المجهر، بص عليهم كده وشوف دنيتهم عامله ازاي في الاول. عندك برضو كلويفرت يا جماعه ب5 مليون نص ملعب في بورنموث، اللاعب كويس يا جماعه وكل حاجه، بس اللاعب في اخر كام موسم او اخر موسمين 3 ما كانش دكه معظم الوقت، ولكن قبلها كان كويس وكان برشلونه بتفكر فيه وعايزين يجيبوه، وانا اتضايقت ساعتها لما جاش برشلونه، فهل ممكن ينفجر تاني مع فريق زي بورنموث؟ هنشوف، خصوصا ان بيلينج يا جماعه اللي كان بيجيب نقط الموسم اللي فات اصلا ممكن ما يلعبش الموسم ده في بورنموث ويروح فولهام او وستهام، او في فرقتين بينافسوا عليه مش فاكر، لا وستهام او اتلانتا، الاثنين دول هم اللي بيتنافسوا عليه، عموما هنشوف بيلينج ممكن يمشي ولا لا، بس عموما مشي ما يمشيش ممكن كلويفرت يكون سيرة الموسم، ممكن يكون سيرة الموسم والله اعلم، بس الاول والاخر نقول ايه؟ نحط عيننا عليه. وعندك برضو في 2 من الفرق الصاعده لازم نبص عليهم ونركز عليهم جدا، هم نضاي موريس يا جماعه مهاجم لوتون، نضاي مهاجم شيفيلد، طبعا بيرن عندهم بنسون، الاثنين دول لما نبص عليهم هتلاقي ارقامهم حلوه جدا جدا جدا، معديين ال 20 مساهمه في الشامبيونشيب، فهل ممكن يطلعوا يبقوا زي ايفان توني، زي بوكي في الاول حتى يا جماعه لو انتوا فاكرين بوكي، زي متروفيتش الموسم اللي فات، ممكن يطلعوا يكونوا كده ولا ايه الدنيا؟ موريس يا جماعه مهاجم لوتون هو الكل في الكل، كله بيلعب على عامل زي متروفيتش كده فين فولهام الموسم، بس متروفيتش والله كان معاه هاري ويلسون عامل ارقام كويسه جدا، هو الواحد تقريبا في الهجوم موريس ده يا جماعه، تقريبا موريس معاه ضربات الجزاء، ولكن نضاي تقريبا مش معاه ضربات الجزاء، عموما الاثنين دول لازم برضه نركز عليهم. في حد يا جماعه على فكره عشان برضه نبقى واخدين بالنا، موريش يا جماعه حارس بيرنلي، دي ممكن نتكلم عنها في حلقه ثانيه، بس عموما موريش خلاص مش الحارس الاساسي للبيرنلي حاليا، ترافورد طبعا حارس منتخب انجلترا هيكون الحارس الاساسي للبيرنلي. عموما دول اللعيبه، بس احب اقول لك طبعا زي ما احنا عارفين لازم تقول لنا لاعب برضه فين في الكومنتات، طبعا كله يبص على الكومنتات ونشوف الدنيا عامله ازاي، وما تنساش اللايك بتاعك بقى لان الحلقات ما بقتش توصل لناس كتير، فاخبط اللايك بتاعك وبس كده. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفي لايفات جايه كتير، السلام عليكم.